جديد سهل وبسيط مع ام بودي. النهارده حبايبي هنعمل الملوخيه الناشفه بطعم الخضره او قريبه لطعم الخضره عشان ما نكذبش على بعض يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا دي ملوخيه ناشفه. انا كنت منشفاها في البيت، ان شاء الله ان شاء الله اذا ربنا اداني العمر نبقى ننشفها مع بعض ان شاء الله. ومعانا توم طبعا. هي نفس خطواتها، نفس خطوات الملوخيه الخضراء بالظبط، بس احنا هنضيف لها 3 اضافات هيخلوها لك لونها اخضر، هيدوها خليكي زي ما قلت كده، مش هكدب عليكم، قريبه لطعم الخضره. يعني دي حاجه نشفت استحاله نعملها زي ما ربنا خلقها في صورتها الاولى يعني. احنا بنحاول بس ان احنا ناخد منها طعم حلو، طعم مستحب، باضافه بسيطه جدا، وهي موجوده الاضافه دي دلوقتي وممكن نخزنها. هي الاضافه اول اضافه اللي هو السلق اللي بنحطه القلقاس طبعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.